وهو عايش في قصر العدو اللي كان عاوز يقتله. كبر سيدنا موسى وطلع شاب قوي، وكان قلبه طيب جدا وبيحب الحق. في يوم حصلت مشكلة بين واحد من بني إسرائيل وواحد من المصريين. سيدنا موسى حاول يتدخل في الموضوع علشان يحاول يحل أو يفصل ما بينهم، لكن سيدنا موسى سبحان الله كان عنده قوة زيادة. سبحانك يا رب، كان شاب قوي، لكنه ضرب المصري ضربة جامدة والشاب مات وقتها. سيدنا موسى خاف وندم جدا على اللي عمله، قرر وقتها انه يهرب من مصر وراح على مدين. هناك لقى بنتين واقفين ومستنيين دورهم علشان يسقوا الغنم. ساعدهم وكان معاهم أبوهم، وكان نبي، وكان اسمه سيدنا شعيب. أعجب بيه